شاب بعت لي وقال لي مشكلته للأسف مشكلة بتقابل ناس كتير جدا في الوقت اللي احنا فيه ده، وهو الحل ساعتها جاله من عند ربنا. وهقول لكم ازاي. هقرا الرسالة بتاعته، ويا ريت تركزوا في التجربة بتاعته، لأن أكيد عندكم حد بيمر بنفس التجربة لو ما كنتش انت نفسك بتمر بيها. هو بيقول: كنت غرقان في ذنوب كتير، مخدرات، علاقات، خناقات. كنت شايف ان خلاص ربنا مش هيبص، وكل ما افكر اتوب اقول لنفسي مش هينفع بعد اللي انا عملته. وفي يوم وانا بهزر مع صحابي شغلوا قرآن في العربي، وبالصدفة سمعت الآية دي: بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين. بصراحة الآية وقفتني، حسيت ان انا وقفت عندها، وفي كلمة جواها هي اللي عملت كل ده. يحب يعني مش بس بيغفر، بيحب التاني. رجعت البيت وقعدت ابكي، كانت بس بدموع وقلبي بيقول انا راجع لك يا رب. بيقول من يومها وهو بقى بالصف الاول في المسجد، وبيخدم في الجمعيات الخيريه على قد ما بيقدر، وبيحاول انه يتقي ربنا في تعاملاته كلها. وبيقول انا مش احسن من حد، بس انا واحد ربنا حبه عشان تاني. رسالتي ليك من خلال الرساله دي بقول لك: ما تقولش فات الاوان، ما تقولش ربنا مش هيقبلني، ده ربنا بيناديك إن الله يحب التوابين. لو في آية في مرة حسيت إن هي غيرت تفكيرك أو غيرت من حياتك أو بترد على سؤال في دماغك وحسيت إن ربنا بيكلمك من خلالها، يا ريت تكتبها لنا في التعليق.